السلام عليكم. اخيرا يا جماعه وصلت للاصل منه. اصغر موبايل في العالم. بص انا مش جاي اعمل لك مراجعه خالص، انا جاي اعرفك بشكل بسيط كده على الشيء ده، واقول لك يعني مين اللي هيشتريه، يعني ده بيقدم ايه. الموبايل الصغير قوي قوي ده اللي شبه الايفون من ورا ده بيقدم ايه؟ الجهاز ده ايه دنيته؟ هل ده موبايل وشغال فعلا وبيركب له شريحه وفي بطاريه وفي كاميرا وتقدر تلعب عليه وتقدر تشوف عليه محتوى؟ ايه الموبايل ده؟ النهارده هنتعرف على اصغر موبايل تاتش في العالم. اللايك الجميل، ولو عجبك المحتوى اشترك في القناه ويلا بينا. مبدئيا يا جماعه كده، انتوا متخيلين اصلا حجم الموبايل؟ حجم الموبايل بالنسبه يعني قد صبعي، متخيلين؟ يعني قد صبعي. ده حجم الموبايل، ده فعلا موبايل وشغال وفيه كل حاجه. الموبايل ده تصميمه كده من ورا زي تصميم الايفون 13 برو ماكس. الموبايل ده من شركه اسمها سويس، علشان الموبايل ده يا جماعه في منه 500 نوع، لكن الشركه الرائده في الموضوع ده اسمها سويس. والاصدار اللي معانا اللي هو الاكس اس 15، لان في اكس اس 13 قديم وفي اكس اس 12 وفي اكس اس 14. احنا معانا احدث حاجه اللي هو الاكس اس 15. ده شكل الموبايل. في اليمين كده عندك المكان اللي بيركب فيه الشريحه وزرار الباور. ولو فتحنا يا جماعه مكان الشريحه كده هنلاقي الجهاز ده مش بس جاي بخط واحد، يعني مش تقدر تركب فيه خط واحد، لا ده انت تقدر تركب فيه 2 خط، يا اما خط وميموري. يعني احنا ممكن نركب هنا خط في المكان ده مثلا، ممكن نركب هنا كمان خط او ميموري. طبعا نركبه يا جماعه بالشكل ده. ده بقى واجهه الموبايل من قدام. الموبايل عندك هنا كاميرا اماميه، وعندك فتحة السماعة، الحواف بتاعته كبيرة إلى حد ما. ولو قلبنا الناحية التانية كده هنلاقي عندك زراير الفوليوم اللي بعلي واللي بوطي، وفي فتحة كمان هنا أنا مش عارف دي فتحة تهوية ولا دي مايك. وعندك كمان الجهاز ده بيشحن تايب سي، بيشحن تايب سي. وهنا فتحة كمان أكيد دي بتاعة المايك. ده شكل الجهاز يا جماعة، والتصميم الأكثر من رائع، وحجمه اللي بصراحة مبهر بالنسبة لي جدا. تعالوا بقى نسيب الموبايل كده ونتكلم على الكرتونة المبهرة اللي فاجئتني ليه؟ تعالى كده افتح معايا. أول ما بنفتح الكرتونة طبعا الموبايل بيبقى هنا. تعالى كده عندك وصلة شحن من نوع تايب سي. دي وصلة شحن من نوع تايب سي، مش لهاش لازمة نفتحها يعني. وعندك جراب شكله حلو جدا. ده جراب شفاف، يعني مش هقول لك شكله حلو يعني، لكن هو جراب على قد الموبايل، ممكن نركب فيه الموبايل بالشكل اللي انت شايفه ده حرفيا. والموبايل بقى بجراب، الموبايل يا جماعه بقى بجراب بالشكل اللي انت شايفه ده. وعندك كمان مفتاح لبيت الخط او المكان اللي بيركب فيه الشريحه. مفتاح خامته حلوه جدا، ما بيجيش مع الاجهزه الغاليه. وعندك ايه يعني يوزر مانوال. وعندك كمان سكرين برودكتور. سكرين خامتها مش افضل حاجه، لكن كل ده جاي في العلبه، يعني كل ده جاي في العلبه. حاجه غريبه جدا. تعال نشيل الجراب. بص انا مش جاي اقول لك ارقام والمعالج كذا وارقامه كذا والكاميرا كذا، لان الموبايل ده مش موبايل رائد ولا تنافسي، ولا هننافس بيه سامسونج ولا هننافس بيه ابل، ولا حجمه ولا سعره يدل على كده خالص. الموبايل ده من الاخر كده زي الموبايلات النوكيا الزراير اللي بيبقى فيها فيس وواتس، ولكن ده تاتش كده، وبيديك كذا تاتش بقى وشكل وبتاع. فخليني اقول لك ببساطه خالص، هو الموبايل ده ينفع للاستخدام اليومي ولا لا؟ طبعا يا جماعه شاشه اي بي اس، التاتش بتاعها يعني الى حد ما مش وحش بالنسبه طبعا لسعر الموبايل وبالنسبه لحجم الموبايل. فالشاشه مدياك اداء حلو. السطوع بتاعها برضو مش اوحش حاجه، خلينا ده اعلى حاجه في السطوع بتاعها، وده طبعا اقل حاجه في السطوع بتاعها. خلينا احنا كده على النص كده، تمام. ابعادها برضو هي دي الابعاد المناسبه لمقاس الموبايل. تشبع الالوان فيها برضو مش وحش، يعني مش باهته ولا فيها مشكله، يعني انا شايفها مناسبه جدا. الحاجه اللي بعد كده تجربه الالعاب بالنسبه لي كانت اكتر مما انا كنت متوقع بصراحه. يعني اللعبه بتاعت كنايف هيت، لو احنا لعبنا اللعبه دي كده، الالعاب الخفيفه شغاله بشكل كويس يعني. بصراحه يعني اكتر ما كنت متوقع. كنت مفكر الالعاب دي هتبقى تقيله عن الموبايل، اتقل من كده، لكن شغاله بشكل يعني محترم، يعني ما فيش فيها اي مشكله. وكمان صابواي، خلينا نطلع نشغل صابواي. حتى صابواي يا جماعه كان ادائها مش وحش خالص معايا. لكن طبعا يا جماعه ما تروحش تشغل لي بابجي بقى والكلام ده، يعني بابجي موبايل هي تنزل عليه، لكن طبعا مش هتشتغل بشكل يعني، لا حجم الشاشه يسمح انك تشغل بابجي، ولا اداء الموبايل طبعا يسمح انك تشغل بابجي خالص. ولكن تجربه الالعاب الخفيفه زي ما انت شايف قدامك كده مش وحشه اطلاقا. اما بالنسبه للتجربه اليوميه في التصفح وتطبيقات السوشيال ميديا، فانك تشاهد محتوى على الموبايل ده هي حاجه مبهره، يعني مش مبهره، هي حاجه كوميديه، حاجه مضحكه شويه. يعني خلينا نشغل مثلا الفيديو ده كده.
طب خليني اعلي لك الصوت برضه عشان تسمع الصوت بتاع الموبايل. تصنع كمان الشيبس بتاعتها، وكمان بتصنع او بتبرمج السوفت وير بتاعها، يعني دون تدخل من اي شركه تانية او اي حد تاني. انت متخيل انك بتشوف فيديو على الشاشة الصغيرة دي؟ هي التجربة مجنونة شوية، ولكن انا سعيد بيها بصراحة. حتى يا جماعة تجربة التيك توك بالنسبة لي كانت تجربة برضو يعني ممتعة، ما زعلتنيش خالص. طبعا انا موطي الصوت، بص برضو لما نعلي الصوت. وكان الله غفورا. ونقدر طبعا نشغل البرامج كلها حتى الواتساب يا جماعه، ونقدر نتشات على الواتساب مفيش مشكله خالص. ولكن هي مشكله صغيره بالنسبه لي، كانت الكيبورد صغيره. انا هكتب على الكيبورد دي ازاي؟ يعني لما اجي اكتب على الكيبورد دي هكتب ازاي؟ فالكيبورد صغيره شويه، ولكن مش معنى كده في ناس بتكتب على السمارت ووتشز يا جماعه، مش معنى كده ان انت ما تقدرش تكتب عليها. لا لا لا، تقدر تكتب عليها مفيش مشكله خالص. والجهاز ده يا جماعه جايب نسخه اندرويد 8 و1 وذاكره 16 جيجا ورام 2 جيجا. 8 واحد طبعا عندك واي فاي، عندك بلوتوث، عندك فلاش تقدر تشغل الفلاش. خلينا نشوف ضوء الفلاش، ده ضوء الفلاش. عندك متجر بلاي تقدر تنزل منه كل التطبيقات اللي انت عايزها، كل تطبيقات السوشيال ميديا. واداء الكاميرا بالنسبه لي كان اداء مقبول طبعا، لا يعتمد عليه، ولكن في الظروف الاضاءه الحلوه ده كان كواليتي التصوير. خلينا ناخد صوره كده، كده نقدر ناخد صوره، وهنا نقدر نصور فيديو، مفيش مشكله احنا كده بنصور فيديو. فاداء الكاميرا بالنسبه لي برضو في الاضاءه الحلوه ادائها حلو، لكن طبعا في الاضاءه المتوسطه او الاضاءه القليله مش هتلاقي كاميرا خالص يا معلم. خليني اعرض لك شويه صور انا كنت مصورهم بالموبايل. دي اول صوره، ودي تاني صوره، ودي تالت صوره. كل دي صور انا مصورها بالكاميرا الخلفيه بتاعه الموبايل. طبعا الكاميرا الاماميه لا يعتمد عليها خالص، مش هعرض لك حتى هي عامله ازاي. ولكن برضو لو في ظروف اضاءه قويه هتلاقي الكاميرا الاماميه شغاله كويس جدا. يعني بص في ظروف شغاله برضو، يعني مش هقول لك ضلمه يعني، لكن هي شغاله. وانا بصور الفيديو جالي صوت من بعيد كده في دماغي بيقول لي يا محمد تخيل ان ده اول موبايل انت بتراجعه هنا على القناه. وفعلا لما جيت افكر فيها احنا ما راجعناش موبايلات قبل كده، فعلا ده اول تجربه لموبايل نعملها هنا على القناه. فان شاء الله بقى خدوا من ده كتير باذن الله الفتره الجايه. نرجع لموضوعنا، البطاريه 1000 ملي امبير. اداء البطاريه بالنسبه لي هو اداء جيد جدا. يعني جيد جدا يعني انت في الاستخدام العادي هتكفيك اليوم زي اي موبايل، وهتشحنها اخر اليوم. بس خلي بالك الموبايل ده بيشحن تايب سي، لكن ما تشحنش الموبايل ده، نصيحه مني يعني، بشحن اكتر من 1 امبير 5 فولت، اقل شاحن موجود في الحياه، عشان يشحن معاك كويس. بيشحن تقريبا من ساعه لساعه ونص وبيكفيك اليوم. فاداء البطاريه بالنسبه لي زي ما قلت لك كان جيد جدا. الحاجه المجنونه اللي ما عملناش لسه ان احنا نعمل مكالمه من الموبايل ده يا جماعه. بيرن دلوقتي يا جماعه، واداء السماعه الداخليه حلو، انا سامع يعني ادائها عالي، مش كنت متوقع برضو ان هي اقل من كده. الو، سامعني؟ سامعني كويس؟ استنى كده ما افتح السبيكر، ده في تسجيل يا جماعه، ده احنا نقدر نسجل. استنوا بس كده، ادار الرقم. انت تقدر تسجل المكالمه. انت متخيل ان ده مش موجود دلوقتي في موبايلات كتير؟ تمام، خلينا بقى نفتح السبيكر. الو، ايوه يا هشوم، عامل ايه؟ كويس. انا في مكان بعيد خالص، في الاوضه اللي جنبك. يلا هكلمك تاني. مش متخيل يا جماعه بصراحه ان في تسجيل مكالمات، تقدر تسجل المكالمه في الشيء الصغير ده. موضوع تسجيل المكالمات ده ما عادش موجود في اي موبايل، فبصراحه حاجه مجنونه جدا. تعالى بقى اسالك واسالني سؤال، هو مين اللي هيشتري الموبايل ده؟ يعني مين اللي هيروح كده يشتري الموبايل ده؟ بص يا معلم، انا بالنسبه لي الموبايل ده بعد يعني ممكن اجيبه لابني، يعني لما يكبر شويه ممكن اجيبه له. حاجه روشه قوي، تمام، حاجه اقدر اوصل له بيها في اي مكان، اربط عليها ايميل جوجل، اتتبع الحركه بتاعته في جي بي اس، اقدر اتتبع الحركه بتاعته، اقدر اشوف بيروح فين بيجي منين. ده بالنسبه لي. وبالنسبه لي من منظور تاني ان انا شايل حاجه مختلفه، وانا بحب الحاجات المختلفه بصراحه. ان انا جايب حاجه مختلفه كده، ممكن في هاب فان كده ان انا اخدها معايا مكان وسط اصحابي بتاع، احطها معايا على مكتب. هي حاجه روشه، حاجه كويسه. وفي ناس كتير جدا بتحب الحاجات دي، يعني في ناس كتير جدا بتحب تقتني الحاجات دي بالذات. وانا من الناس بصراحه اللي عندهم الهوايه دي ان انا اقتني الحاجات الغريبه. بس علشان اكون صريح معاك، طبعا الجهاز ده مش معمول للاستخدامات العنيفه ولا للاعمال الشاقه، هو معمول للاستخدام السهل البسيط العادي. تصفح السوشيال ميديا، الالعاب الخفيفه زي ما وريتك،
مكالمات هو شغال مكالمات كويس بصراحه. بطاريته 1000 ملي امبير. جهاز شغال باندرويد 8 و1. يعني موبايل ميني موبايل. فالتجربه انت شفتها كامله، وبالنسبه لي من اكتر التجارب اللي انبسطت بيها هنا على القناه هي تجربتي للموبايل ده. طبعا لو عايز تشتري الموبايل ده هو موجود النهارده على علي بابا او علي اكسبريس زي ما انت شايف قدامك كده ب 2500 جنيه. تخيل بقى، انا هديك رقم واتساب كده هتلاقيه تحت في وصف الفيديو او في التعليقات، لينك او رقم واتساب، هتخش تكلمهم هتاخد الموبايل ده بخصم حلو جدا، اقل من سعره في الصين، هتاخده باقل من سعره في الصين. والمنتجات اللي احنا بنعمل عليها مراجعه هنا في القناه بنعمل عليها سعر مخفض، او بنبيعها بسعر مخفض على جروب التليجرام. سعر القطعه الواحده يعني هتلاقي عرض القطعه الواحده، ممكن تلاقي الموبايل ده بسعر مخفض اقل من 2000 جنيه كمان. يعني احنا فتحناه بس عملنا انبوكسنج بس ليه. فاشوفكم في فيديو جديد. اتمنى ما تنسوش زي كل مره ندعي لاخواتنا في غزه العزه والكرامه ربنا ينصرهم. اشترك في القناه لو عجبك المحتوى، وتعمل لايك للفيديو ده عشان بيساعدنا ان احنا ننشر المحتوى في كل مكان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.